ده مش الحوت الازرق. انا بعشق التصميمات اللي ليها فكر. شايفين شفايفه واسنانه وعينيه ودوران الفوج لايت عامل زي دوران بقه بالظبط، والمرايات عامله زي الزعانف بتاعته بالظبط. 2000 سي سي تربو، عزم 370 نيوتن متر، بيطلعوا 231 حصان. بص تصميم العربيه من فوق عامل ازاي. بص الفتيس زي ديل الحوت بالظبط، حتى الاكره قسموا الديل نصين، حطوا واحده يمين واحده شمال. بص تصميم العداد وهي بتدور تحفه. بص هنا راسمين لك الحوت بالظبط، ما سابوش تفصيله غير وحطوا فيها بصمه من الحوت بالظبط. فتيس سي في تي، انظمه قياده متعدده، ايكو، كومفورت، سبورت، كاستم. ظهر تصميمه عامل زي الحوت الاحدب، من اول السبويلر فوق بنزلته مع الازاز والجوانب بتاعه الازاز بكل تفاصيلها للسبويلر السفلي. شايفين الفوانيس الخلفي زعانف الحوت بالظبط. عفشه اماميه ماك فيرزون، وخلفيه مالتي لينك، يعني ثبات اكتر خصوصا في الدورانات، بيخفف وزن العربيه ومريح لكل اللي قاعدين في العربيه جوه. حتى الجنط مستوحى من الزعانف برضه. سعرها 112,000 درهم، اعتقد انه اختيار مناسب بالنسبه للمنافسين. قول لي بقى، عجبتك العربيه وسعرها ولا لا؟